كريم محمود عبد العزيز ابن الساحر بس بنكهة خاصة. ممثل دمه خفيف وكاريزمته خطفت قلوب الناس من أول مرة، وقدر يثبت إنه مش مجرد ابن نجم، ده نجم لوحده وبجدارة. وإن شاء الله بقى يشوفوا الدور ولو عجبهم بقى إن شاء الله. اسكتي يا فيري خالص، أنا عارف الست تموت في الراجل اللي ياخد القرار على طول. 2 تشيكن. فبقلب وبتاع، بعدين لقيتني بمثل وحش جدا. تعالوا أقول لكم في البداية مين هو كريم عبد العزيز. لا أكيد مش هقول لكم إن هو ابن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بس هقول لكم إن ده لوحده كان كفيل إن يخلي الأنظار عليه من البداية، لا من البداية قوي وهو طفل، ويمكن عانى شوية في البداية علشان يقدر إنه يثبت إنه من أبناء العاملين الموهوبين بجد، ودي حاجة ما كانتش سهلة خالص على كريم. كريم اتولد 15 يونيو 1985. من صغره وهو بيحب التمثيل، وطبعا شايف قدامه القدوة والده محمود عبد العزيز، وده كان مصدر إلهامه في البدايات والسبب الرئيسي اللي خلاه حابب الفن. وبدايات كريم في عالم الفن كانت متواضعة شوية، يعني أول مرة شفناه كان في فيلم الناظر، كان دور صغير صحيح والناس قالوا ده أكيد عشان ابن محمود عبد العزيز، ثم بعدها تتوالى عليه الأدوار الصغيرة والناس بيقولوا نفس السبب برضه، خصوصا لما ظهر في مسلسل محمود المصري مع والده. ليه يعني؟ ما أنا بساعد أبويا في الشغل وبذاكر في نفس الوقت. طب وأنا نسيتني؟ نسيتك؟ معقولة نسيت؟ ده أنا مزوغ من المدرسة النهاردة مخصوص عشان أجي أشوفه. ورغم إن كريم كان أداؤه بيكون كويس في كل الأدوار دي، إلا إنه وصمة إنه ابن فنان كانت دايما بتلاحقه، وطبعا دي وصمة اخترعها المجتمع مش أكتر. لكن البداية الحقيقية لكريم كانت في فترة أوضح، وهي فترة الثلاثينات من عمره، لما بدأ يظهر في أفلام بطولة شبابية وكان له كاريزما مختلفة ودم خفيف، يعني فيلم عمر وسلوى، اطلعوا لي بره، عش البلبل. يوسف ازيك؟ الحمد لله، أنت عامل إيه؟ انا قلبت عليك الفيسبوك بصراحه، وفي الاخر يعني بعت لك طلب احاطه. إيه؟ صداقه. يا جدعان انتوا مش فاهميني. البنت قصيرة قوي وعينيها ضيقة، يعني ياباني، والسوق دلوقتي كله صيني. دي انا لو اتجوزتها اقدر اقول لاهل الحاره كلهم ان انا مناسب جاكي شان. لكن نقدر نقول إن سنة 2021 كانت العلامة الفارقة في حياة كريم محمود عبد العزيز. نتفاجئ إن المخرج بيتر ميمي بيعلن عن مشروع مع كريم محمود عبد العزيز اسمه موسى، ويقولوا إن الفيلم ده بيتكلم عن الخيال العلمي اللي بيحصل في هوليوود، فإحنا هنعمل زيه بالظبط بس في مصر. الناس طبعا كانت مستغربة إشمعنى كريم محمود عبد العزيز اللي معروف عنه إنه بيعمل أفلام كوميدي، ويعني إيه أصلا إحنا في مصر نعمل خيال علمي. الفكرة اللي أنا استغربتها وقتها قد إيه بيتر ميمي كان عنده رؤية فنية قوية جدا، وشايف كريم محمود عبد العزيز حاجة مختلفة، شاف فيه اللي فعلا محدش شافه قبل كده، لأن كريم كان دايما بيعمل الأدوار اللايت كوميدي. فيلم موسى في وجهة نظري هو مش مجرد عمل فني، ده نقلة في صناعة السينما، ويحسب لصناعه جرأتهم في تناول فكرة جديدة زي دي، عشان الكل كان بيخاف يقرب من النوع ده تحديدا علشان النقد، نوعية الخيال العلمي، علشان هيتقال علينا احنا مش زي هوليوود وكده. بس على مين؟ ده بيتر ميمي، احنا هنهزر ولا ايه يا جماعة؟ قلت لي ان امي الله يرحمها كانت حامل في ولد قبلي ونزل ميت، وان لو كان عايش دلوقتي كان زمان اخويا الكبير. فاكر قلت لي كنت هتسميه ايه؟ موسى. يحيى صالح الخياط، انا لسه فاكره الاسم لحد دلوقتي. فيلم جريء ومعمول بحرفنه شديده، والجرافيكس اللي فيه تحس فعلا انك في هوليوود، وده من اجزاء سلسله المستضعفين اللي بيحاول بيتر ميمي انه يخرجها للنور. فيلم جميل وعاش جدا لصناعه، وعلى راسهم الجريء بيتر ميمي على الفيلم ده غير ان كل الممثلين فيه كانوا بيمثلوا بحرفنه شديده، اياد نصار، صلاح عبد الله. وخليني اقول لكم ان من ساعتها وبيتر ميمي تبنى موهبه كريم محمود عبد العزيز، يعني نقدر نقول لامير كرارة انه تم استبداله، وده عشان بيتر ميمي كان متبني أمير كرارة قبل كده. كريم بقى اللي اتحط في مكانة تانية خالص بعد فيلم موسى. ثم نروح لسنة 2022 علشان يعمل كريم مع بيتر ميمي واحد من أكتر الأفلام اللي بحبها، واللي دخلته 3 مرات سينما وقتها، من أجل زيكو. والفيلم ده بقى خلى كريم في حتة أعلى وأغلى بكتير في السوق، ويا بخت أي حد ما شافش الفيلم ده. هي اجنبيه؟ لا خالص، انا مصريه. يبقى لازم احنا بقى شكلنا اجانب عشان يعني اتكلمتي معانا بالاجنبي وكده. غير أغنية الغزالة رايقة اللي حبيناها ورقصتنا كلنا، عندنا فيلم حلو قوي وحلاوته طالعة من إنه بيضحك بجد. دخلت السينما وقتها وأنا متوقعة إني هقضي وقت لطيف وخلاص، بس اتفاجئت بإن الفيلم موفر لينا جرعة محترمة من الكوميديا، ودي حاجة مؤخرا بقى صعب تشوفها، بس كانت سهلة جدا في من أجل زيكو. الفيلم بيتكلم عن فتحي وصفاء اللي عايشين حياة صعبة، يعني تقريبا من سيء لأسوأ، وفي يوم بيتفاجئوا إن ابنهم مترشح لجائزة أذكى طفل في مصر، وإن المسابقة دي هتتعمل في واحد سيوة في مصر، ولو أنت ما تعرفش فده مكان بعيد جدا عن القاهرة. فبيسيبوا كل اللي وراهم واللي قدامهم علشان يروحوا واحد سيوة والمسابقة دي. بيتر ميمي أصلا في الفترة الأخيرة بقى متنوع وبيلعب على تصنيفات مختلفة، وبيعمل كوميديا ما شفناهاش آخر كام سنة، والتمثيل في من أجل زيكو من أجمل ما يكون، والدويتو ما بين كريم محمود عبد العزيز ومنى شلبي كان عالي قوي. كريم بأقل مجهود كان مؤثر،
ومنى شلبي خلاص وصلت لأعلى مراحل النضج الفني، وحقيقي كل اللي في الفيلم ده كانوا بيمثلوا كويس جدا، وعلى رأسهم محمد محمود. وتعالوا دلوقتي نروح شوية للمسلسلات اللي عملها كريم، بداية من مسلسل شقة فيصل اللي ناس كتير حبوه فيها لأنه لعب دور ابن البلد الجدع اللي عنده حلم وعايز يحققه. في ايه بس؟ انا شايف يعني ان الحاجات اللي انتوا بتتكلموا فيها دي زي ما بيقولوا كده يعني شكليات. انا شايف يعني بما ان العقود العرف جاهزه يبقى نتوكل على الله بقى وربنا معانا. ثم شخصية لطفي المميزة في مسلسل هوجن مع محمد عادل إمام. كام دول يا حراق؟ اللي له قرش ايه؟ ما بينامش. صح، ما بالك بقى باللي عليه، دول 5400 جنيه اول على الاخر اللي عرفت اجيبهم لك. ثم المسلسل الأهم في مسيرته البيت بيتي الجزء الأول والثاني، وده يعتبر من أنجح أعمال كريم مؤخرا ومسلسل رعب، وكان بيشاركوا البطولة ميرنا جميل ومصطفى خاطر، والمسلسل نجح وكسر الدنيا. وزي ما قلت لكم ده واحد من أهم أدوار كريم على الإطلاق. خلي بالك حماتي أكلها أحلى من أكل أحلام مليون مرة. لا مش ماما، ما احنا مش هنتعبها هنا كمان برضو. أمال مين؟ دول الخدامين اللي في القصر. مسلسل جميل، ايقاعه سريع مشوق، مخلي عندك فضول اللي هيحصل بعد كده، ومع اول كام حلقه انت بتبقى عايز تعرف الشخصيات دي وراها ايه. زود على كده ان الكوميديا والضحك موجودين بنسبه كبيره، يعني مشهد السلم احنا طلعنا كام دور؟ احنا ما طلعناش ولا دور. انا ضحكت فيه ضحك ما ضحكتوش من مده كبيره، وكل اللي انا بقول لكم عليه ده من اول كام حلقه بس. كريم اصلا كل ما بيجي يعمل حاجه مع اي ممثل معاه بتحس انهم لايقين على بعض، اي دويتو فني ما بينه وما بين اي فنان بتحسهم كويسين قوي. فحبينا بينو الكراكيري مصطفى خاطر وكريم محمود عبد العزيز في المسلسل، كل واحد لوحده كان بيضحك والاتنين مع بعض بيموتوا من الضحك. انا اصلا يا جماعه بشوف كريم محمود عبد العزيز على الشاشه بضحك تلقائي. وعايزه اقول لك ان انت لو ما شفتش مسلسل البيت بيتي فانت فايتك واحد من اجمل المسلسلات. بالمناسبه اطمن، المسلسل مناسب جدا للمه العيله. مش هوطي صوتي، هعلي صوتي. واحنا لما وطينا صوتنا انت احترمتنا ولا عملت لنا حاجه؟ واهو اهو اطلعوا بره. ما بيتنرفتش. نرجع تاني للأفلام اللي ابتدى كريم فيها يبقى نجم كبير وواضح مكانته للجمهور، وبيستمر التعاون مع المخرج بيتر ميمي، ونروح لفيلم شلبي. وفي حاجة مشتركة في أفلام بيتر ميمي مع كريم أو غيره، وهي إنه مش متجاهل الطابع الدرامي رغم إن أفلامه بتكون لايت كوميدي. يعني لو شفت أي فيلم هتلاقي إن في مشاهد دراما كتير جدا وهتأثر فيك قوي، في نفس الوقت مش موقع الكوميديا أو الكوميديا واخدة حقها جدا. هو قادر يوازن بين الاتنين وينقلك من الحالة دي للحالة دي بسلاسة كده. ثم نروح لسنة 2023 وواحد من أعلى الأفلام إيرادات في تاريخ السينما المصرية، فيلم بيت الروبي. أول مرة نشوف كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز مع بعض. انتوا متخيلين كنا مستنيين إيه؟ الناس كلها كانت متحمسة للفيلم ده ومش فاهمين هيخرج منهم إيه مع بعض، بس كانوا عارفين إنها أكيد حاجة حلوة، خصوصا كمان إنه من إخراج بيتر ميمي. فيلم بيت الروبي حقق نجاح مش طبيعي سواء على مستوى الإيرادات أو التفاعل الجماهيري، وده خلانا نعتبره واحد من أهم الأفلام الكوميدية الاجتماعية اللي نزلت في الفترة الأخيرة. الفيلم كسر حاجز ال 100 مليون جنيه في وقت قياسي، وده خلاه يتفوق على كيرة والجن والفيل الأزرق 2، ودي أفلام كانت عاملة إيرادات مهولة. والنجاح الكبير للفيلم ده بيرجع لتوليفة ذكية كده. أول حاجة قصة الفيلم قريبة للناس جدا، مش هقولها لك عشان ما احرقهاش لو أنت ما شفتوش. تاني حاجة كوميديا خفيفة بتضحك الجمهور من قلبه وفي نفس الوقت بتخليه يفكر. وما ينفعش ما نقولش أداء تمثيلي قوي، كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز. أما بقى جانب الإخراج فكان مميز جدا، خصوصا إنهم كانوا بيصوروا في سينا أو نويبع، ودي أماكن معروف جمالها. وأكيد بيتر ميمي من أشطر الناس اللي يعرفوا يخرجوا المناظر دي بشكل كويس على الشاشة. أنا اللي حرضت بابا على فكرة الجواز، نفسي يبقى ليا أخ. يبقى ليك إيه؟ أخ. ابراهيم انا لساني جوه بقى. ونيجي بقى دلوقتي لجانب تاني الناس بتحبه في كريم، ستايل كريم وطريقته. كريم معروف ان دمه خفيف جدا، وده بان في كل ادواره الكوميديه. عنده كده حضور وكاريزما بتخليه قريب من القلب وقريب لكل الناس على الشاشه، سواء بقى دور جدع طيب او حتى لما بيكون غلس. ولو جينا لعلاقته بالجمهور فكريم من اكتر الفنانين اللي الناس بتحبهم وبتحسهم قريبين منهم، وحضوره على السوشيال ميديا كمان ساعده في ده جدا، لانه بيشارك صور وفيديوهات بتضحك فيها لقطات من حياته. هاخدك افرجك على فيلم شلبي، اوكي؟ خلاص؟ لا استنى انا اتفقنا ها؟ ولو هنتكلم عن عيلته فزي ما قلنا هو ابن الفنان محمود عبد العزيز واخوه الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز. هو شغال في مجال الفن برضه بيمثل، بس في نفس الوقت مخرج ومنتج. كريم متجوز من وهو صغير عن قصة حب كبيرة. انا كنت يعني من بدري قوي كنت بتكلم مع ابويا دايما جواز في الموضوع ده من وانا صغير، فكل شويه صغير عايز تتجوز؟ مع يعني عايز اتجوز بدري، مش عايز يبقى فيه الجاب
بيني وبين ولادي او بناتي او ايا كان اللي هيجي لسه يكبروا ما يبقاش فيه الجاب اللي هو ايه الموبايل ده. وكريم حكى ان والده كان رافض الجواز في السن الصغير ده، لكن في الاخر رضخ ووافق. ودلوقتي كريم عنده 3 بنات. كندا ما شاء الله الكبيره، وخديجه الوسطانيه، وحبيبه اخر العنقود. دول احلى حاجه بقى في الدنيا. أما عن أصحابه فكريم قريب من محمد إمام وأحمد السعداني، وأكيد ما ينفعش أفوت الفرصة دي وما أتكلمش عن علاقته بالفنان الراحل سليمان عيد. اشتغلوا سوا في أكتر من عمل زي مسلسل البيت بيتي، واللي عمل فيه سليمان عيد دور أشرف. فتحية أغمى عليها أول ما دخلت أوضتها. أغمى عليها مش زعل يعني؟ لا، فتحية طلعت حامل. اوبا، من مين بقى؟ هيكون من مين؟ من عم سمير، ما كانت متجوزاه. وكان واضح جدا الكيمياء اللي ما بينهم على الشاشة. بس هو بجد جدا، فكل ما اكشن واشوفه بيتكلم او ما انا لكن اللي فعلا خلى الناس تحبهم قوي مع بعض هو الفيديوهات اللي كانوا بيعملوها على التيك توك، واللي بقت ترند في كل مكان وعامله ملايين المشاهدات. صحابي فاكر اني مدير بقى، قررت ان فتت تنقص الفيكم. سليمان عيد قال في برنامج صاحبة السعادة إن الفيديوهات دي خرجت للنور لما كريم قرر يجرب الإخراج، وطلب منه إنهم يعملوا شوية فيديوهات قصيرة، ولما شاركوها مع الناس حبتها جدا فقرروا يكملوا فيها. فعملنا فيديو أنا وسليمان عيد مذهل فجأة كده، ففضلت شايله في الموبايل، قلت بلاش ننزله، شكلي مش عارف يا سليمان وبتاع. رحت مش فاهم، معرفش، نزلناه فجأة لقيناه جايب 40 مليون مش عارف على تيك توك وحاجات كده. وللأسف من كام يوم وتحديدا أبريل 2025 اتوفى الفنان سليمان عيد. ده كان صدمة كبيرة جدا على كريم محمود عبد العزيز، وكل الناس فكرت فيه وقتها، وكتب بوست بيقول فيه يلا نرجع نزعل من بعض ونشيل من بعض ونتكلم على بعض ونتدخل في حياة بعض وما نتمناش الخير لبعض. وكان باين جدا التأثر الشديد على كريم محمود عبد العزيز وهو في جنازة وعزا سليمان عيد. ربنا يرحمه يا رب ويصبر كريم. ولو انت بتسأل نفسك ايه جديد كريم محمود عبد العزيز، فبيتم دلوقتي التحضير للجزء الثالث من البيت بيتي. وخلوني اختم الفيديو برسالة حابة اوجهها لصناع الافلام والمسلسلات. استغلوا كريم محمود عبد العزيز على قد ما تقدروا. فبعيدا عن انه مفروغ طبعا انه موهوب، ممكن لو عمل كوميدي يخليك تضحك من قلبك من غير اي مجهود، يعني قادر انه يضحكك حتى لو ما اتكلمش. فكمان عنده قبول وحضور رهيب يخليه كفاءة لأي دور هيقدمه. فكريم عدى المرحلة اللي بيحاول فيها أي ممثل إنه يبني ثقة ما بينه وما بين الجمهور، ونتيجة كل ده إن كريم بيكون واحد من الأسباب اللي بتخليني أتفرج على أي فيلم أو مسلسل لمجرد إنه هيكون موجود فيه.